بالنسبه لماتش الاهلي، لان هو قال الاهلي امبارح ادى اداء سيء وكان وحش، وان الاتحاد كان احسن، وان محمد الشناوي نجم المباراه يبقى الاهلي مضغوط. فطبعا الكلام ده يعني الاراء الفنيه ممكن نختلف فيها، ممكن حضرتك تقول الاهلي كويس، ممكن اقول الاهلي وحش، بس في الاخر الارقام. انا رايي انا يا كابتن خالد، تمام، رايي انا المتواضع يعني الاهلي بالنسبه لي كويس مرضي. حتى لو كولر قال ليه الاهلي اهداف ضايعه، بيوصل لجون بسرعه، خطوره، 3 اهداف. طبعا هو الاهلاوي عايز. انا بقول لحضرتك الاراء ممكن عايز اكتر من كده. الاراء ممكن تختلف، ممكن حضرتك تقول حاجه، كابتن فايز يقول حاجه، انا اقول حاجه، لكن في الاخر الارقام بقى هي اللي ما بتكذبش. بالظبط، الارقام هي اللي بتبين الاهلي كان كويس ولا وحش. ارقام ماتش امبارح، الاهلي سدد 19 تصويبه على مرمى الاتحاد سدد 16 تصويبه على مرمى النادي الاهلي. فالاهلي مسدد اكتر. تصويب بين القائمين والعارضه 5 للاهلي 4 للاتحاد. الاستحواذ على الكره يا استاذ مهيب 58% استحواذ للنادي الاهلي مقابل 42% للاتحاد السكندري. فرق كبير جدا. لمسات الكره، لعيبه الاهلي لمسوا الكره 806 مره، لعيبه الاتحاد لمسوا الكره 581 مره. التمريرات الصحيحه، لعيبه الاهلي عملوا 516 تمريره، لعيبه الاتحاد 289 تمريره، يعني نص عدد تمريرات لعيبه النادي الاهلي. اكتر لاعب سدد في المباراه على المرمى كان بيرسي تاو 3 تسديدات. اكتر لاعب لبس الكره كان اكرم توفيق من الاهلي. اكتر لاعب عمل تمريرات صحيحه كان اليو ديانج من الاهلي. فكل الارقام لصالح النادي الاهلي بشكل. يا عم انت بتبرر لمين؟ ده واحد واكل من الاهلي بتاع 80 جون، بتبرر لمين؟ ده الناس دي دماغها ما لو عندها بجنيه تفكير في النهايه ما كانوش لا لعبوا ولا شجعوا الزمالك. الرحمه يا رب. كاس عالم مميز، كاس عالم احسن كاس عالم شفناه من حيث التنظيم، من حيث الملاعب، من حيث الارضيات، من حيث يعني التكنولوجيا ما عدا الفار والحكام. يعني حكم زي بتاع الارجنتين اللي فات ده، لا 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 ده منه لله. واحسن حاجه ان ميسي يعني عشان هم لو هو مش على حق ما كانوش يستبعدوه. ما كانوش يستبعدوا الحكم ده. قبل ما اختم معاك بقى يا كابتن بخصوص ميسي ده فكرني بفيلم السيد زيان لما كان بيقول لك سيبوه هو لوحده هيعمل كل حاجه، يعني فاهم؟ ميسي لما مثلا فرقه بتبقى في حاله مش صعبه، فرقه الارجنتين يقول لك سيبوهولي انا هتصرف معاه. في حلو قوي، يا ريت ما تكرروش تاني.